حاليا النادي الأهلي بيجهز لصفقة قوية جدا، جناح قوي جدا، وعاوز كمان يجيب دفاع قوي جدا. من الدفاع القوي جدا وهو لاعب مصري بيلعب في فريق حالي. تمام، يعني صفقة أنا شايفها صفقة مسكن للكرة في النادي الأهلي. فريق الكرة حاليا في النادي الأهلي عنده مشاكل، جمهور مشحون وهايج على اللعيبة بيكون اللي حصل آخر مباراة كانش أحسن حاجة، والرد كان من اللعيبة على الجمهور مش أحسن حاجة. وزي ما تعودنا في الأهلي إن في الفوز أزداد به عشقا، وفي الهزيمة أحبه. ما أعرفش بقى اللي فيها إيه، بس يعني زدت له إيه فخرا. فإيه يعني الأهلي طبعا فرقة مش قليلة ولا جايب لعيبة قليلة، لكن لعيبة كبيرة بتصرفات آيات صغيرة. تمام، مين بقى هو الجناح اللي الأهلي راح يجيبه؟ الأهلي حاليا هيجيب بغداد بونجاح المهاجم لفريق العربي القطري جاي النادي الأهلي. تمام، والأهلي كده كده هيمشي بيرستاو، وبيرستاو اللي راح الزمالك، يعني صفقة معروفة ومهروشة جدا في الإعلام. بغداد بونجاح لما يجي الأهلي حاليا هيعمل أحلى شغل، هيبقى يعني لاعب موزون، عقله كويس جدا في الملعب، قراراته مش كتير، هو قرار واحد اللي هو راح على الجون ما بيرجعش ورا، المهاجم مش محطة ما يفرقش حاجة عنه وسام أبو علي. كمان المدافع هو محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك اللي عاد يخلص السنة دي التحت في شهر 6 الجاي هيخلص، والزمالك مش عارف يجدد له، فالأهلي هياخد اللاعب من الزمالك في صفقة انتقال حر. كده احنا خلصنا حلقة النهاردة، نشوفكم ان شاء الله الفترة الجاية. السلام عليكم.